فلتطمئن كل أم على أبنائها، فليطمئن كل شاب على مستقبله، فلتطمئن الأمة كلها على غدها الآن. وجب أن يحل الحوار، والحوار السلمي الهادئ الراغب في السلام والأمان محل الحروب. صحيح يا زوج، خلاص حفر خلاص، بعدها السلال والضفة وجزء كبير من أرضك بعض العدو. هذا الفصل اللي تحدث يعتبر بداية في الطريق إلى النصر الأكبر، وهو تحرير كامل التراث العربي بثورة الصهيونية الاستعمارية الإمبريالية العالمية. لكن الحين بنقول هنيئا لكم أيها المواطنون ضرورة الثوار، وإن شاء الله بنعم قدوة بشموس الحرية، وبترجع الطيور المهاجرة لبلادها، وبنوزع الوجهية الإمبريالية الاستعمارية العالمية. صح يا زول. ايش يا طيب؟ ما شوي يا شيخ، صح يا زول مع الحرب، صح يا زول ضد الحرب يا شيخ. الله، صح يا زول. يا اخوان نسمع وجهة نظر السلام، قد يكون السلام سبيل استعادة باقي الأراضي دون إراق الدم. فالسلام ما ننسى. صح يا زول. صحب الدخان شرحت النصر جوانا، طمست ضمايرنا وعميانا، خلتنا نشوف العدو صاح وعز حبيب، والعمر شرف والحرب طرف والدم حليب. يا زمن يا جبان، قلب الفرسان بقى زي حمل، ورايح يتسامح ويهديه. قلب الصهيوني نبضات كل نوافير حقد، قلب الصهيوني طريق لهلاك كل اخواتك. اوعى تصدق انه في يوم ممكن قلبه يلين ويبيع احلام عشانك. والارض اللي اتاخدت في الدم وغصب وغدر وموت ولهيب مش ممكن ترجع غير بلهيب، مش ممكن ترجع غير بلهيب، مش ممكن. والتاريخ شاهد اتفق فلسطين بعدها سينا وشلولان والضفة توسعوا هدفهم. اللي هناخده بالحرب ممكن ناخده بالسلام يا ابو نظام. ما بيصير. هاي عملتنا دوخانين، نقاط عيون يا دوخانين، لكن ننتظر بخلاف النية هيوصلوا لحين ما يشهدوا، وبعدها هيضربوا ويضربوا. انا عندنا ناخد اصوات اللي موافق على استمرار الحرب يرفع يده. الامر ما فيهوش مناقشه وتطويل، ده مستقبل الامه مش مغامره شخصيه. صح يا زول. مستقبل الامه بيهدد الوصول الصهيوني في قلب الامه. انا ساكت من اول من مدهوش، الاخر كتير فازلنا كلنا مثل ما فازل هتضحك في النزول، وانا مستعد بكل قواتي واسلحتي لحركه الدفع بتاعي. انا مستعد بكل فلوسي وكل اللي بتريده. كتير عارف الحرب، انت لوحدك اللي وراك. انت لوحدك اللي وراك. سهل النوافذ، سهل نرمي نص مليون شاب من ابناء النيل في لهيب المعركه وهيكسبوا لها، لكن المعركه الجايه
رئيس خسران. سهل جدا على قوات انها تسحق اسرائيل سحق، لكن امريكا بكل جيوشها واساطيلها، امريكا مش من الحكم على تستقبل. امريكا في عرض دولية. امريكا هي العروق الدولية. ولادي عجبت خلاص دبابات امريكية عظيمة، يعني نزلت من الطيارة في قلب ميدان المعركة. لو تقدروا تصرفوا امريكا واجهوها، لكن انا مش هضحي بولادي في معركة خسرانة ابدا. طب ايش وجهة نظرك؟ ايش نسوي مع العدو الاستعادة الساكنة راضي؟ ايش نسوي؟ هروح دول عم يديله ايدي بالسلام قدار، مش من موقع ضعيف، وانما من موقع القوي المنتصر. يجيب هو تبقى معقولة. والله ما بتفرق معاه بالعكس، لما اروح له انت جينا في وش الفرصة. السلام والتخالف مع العدو يعتبر خيانة ضمير الأمة العربية كلها. صحيح يا زول. واضح لنا خلفين في تعامل مع الاقتصاد بروح العظيمة. هذا ما بيصير. هذا لا هو معقول. انت ايش بتخلص علينا وعلى سالمة؟ انت ايش بتعطيهم مواقف الوطن العربي كله؟ هذا مو كلام ابطال انتصروا.